ونكمل اوردر العروسه زي ما وعدتكم وقلت لكم ان انا هحط لكم حلقات الاوردر كلها ورا بعض. النهارده بقى هنعمل الرز والفراخ، بس بصراحه التتبيله النهارده حاجه كده خطيره، وشويه رز اسهل ما يكون، يعني من الاخر حاجه بالف هنا. هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم بارك، ونبارك العروسه كده وربنا يكمل لها على خير ويفرحها. وتعالوا بينا على طول نشوف الفراخ الخطيره دي تتبيلتها عملناها ازاي. بس حابه افكركم بحاجه بسيطه، لو بتشوفونا لاول مره يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاشعارات للكل علشان توصل لكم كل وصفه جديده بننزلها باذن الله. ويلا بينا على طول ندخل على المضمون. غسلنا الفراخ وقطعناها وهبدا ان انا اجهز التتبيله. معلش حبيت ان انا اختصر بس خطوه الغسيل ده علشان خاطر اليوم كان كله مشحون بالشغل. جبت الخلاط ومعايا 4 بصلات كبار قطعتهم بالشكل ده وحطيتهم في الخلاط، وضفت عليهم نص كوبايه من الميه وليمونه كامله بالقشر بس شلت البذر، وكمان 3 حبات من الطماطم وفرمتهم في الخلاط فرم ناعم. وهبدا بقى ان انا اصفيهم بالمصفى بالشكل ده. انا محتاجه الميه بقى اللي هي عصاره الطماطم وعصاره البصل. بعد كده هاخد بقى ليمونتين كاملين، بس هاخد بقى منهم العصير. انا فرمت واحده كامله بقشرها في الخلاط، وبعد كده هضيف واحده كامله بقى، معلقتين كبار خل ومعلقتين كبار زيت. وبعد كده التوابل بقى اللي تحبيها واللي تريحك. انا هقول لكم انا استخدمت ايه بالظبط. معلقتين كبار من صوص باربيكيو، معلقتين كبار ملح، معلقه كبيره من بهارات الفراخ، وكمان معلقه صغيره من الروزميري، ورشه بسيطه من الحبهان المطحون، ورشه بسيطه من الكبابه الصيني المطحونه، معلقه صغيره كزبره، ومعلقه صغيره فلفل اسود، وكمان معايا معلقه صغيره مليانه من البابريكا المدخنه حلوه قوي، رشه بسيطه خالص من الشطه. انا عن نفسي بحب الحر شويه، لكن انا بس حطيت هنا حاجه بسيطه جدا جدا، اللي هو ايه، يا دوب بس تضيف يعني تيست بسيط قوي، رشه سكر وادي تقليب. التتبيله دي سهله ولا صعبه عليكي؟ اكيد سهله جدا جدا. الفراخ بقى انا كنت قصيتها من ظهرها وسبت البطن او الكتاف زي ما هي بالشكل ده، وهبدا بقى ان انا اغطسها في التتبيله. عملت طبعا فتحات في الصدر وفتحات في الوراك بالشكل ده كده، وغرقي وغطست الفراخ في التتبيله دي كويس قوي قوي. التتبيله دي يا جماعه حلوه قوي لاي نوع من انواع الفراخ، لو هتشويها على الفحم ماشيه معاكي، لو هتشويها في الفرن ماشيه معاكي، لو تعملي بقى اي حاجه، حتى لو هتسويها على البوتاجاز ماشيه معاكي. سبت الفراخ بالظبط 6 ساعات في التتبيله. بعد كده جبت صينيه الفرن وهبدا ان انا احط الفراخ العظم على ارضيه الصينيه بالشكل ده واللحم فوق. معايا بقيه التتبيله اللي في الطبق هحطها على الفراخ، والفرن ولعناه وسخن كويس جدا. واللي اتفرج على الحلقه اللي فاتت عارف ان انا البوتاجاز عندي الغاز واقف فيه، فشغاله بقى البوتاجاز المسطح اللي قدامكم ده بشتغل عليه اللي هو الحاجات من فوق، يعني الحاجات اللي مش محتاجه فيها فرن، واللي محتاجه فيه فرن بس بسوي في الفرن الصاج اللي هو الفرن البلدي يعني. هغطي على الفراخ كويس جدا جدا واحطها في الفرن لمده ساعه على اعلى درجه حراره. تمام. بعد ساعه هدي عليها. وطبعا والفراخ شغاله في الفرن انا كنت شغاله في 100 حاجه، ده انا بصوا بس انا منظمه لكم والله الحلقات علشان خاطر ما تتلخبطوش. حطيت الفراخ في الفرن وقلت بقى نعمل شويه الرز بقى سهل جدا. انا جبت حله زي كده ومعلقه سمنه ومعلقتين زيت، حطيت معلقه كبيره من بهارات الكبسه دي جايباها جاهزه من عند العطار، ومكعب واحد من المرق. قلبتهم شويه، ومعايا كيلو من الرز البسمتي اللي هو الحبايه بتاعته متوسطه. وزي ما قلت لكم برضو مكونات الطبيخ او اوردر العروسه ده مامتها اللي جابت لي كل المكونات، انا بس عليا انا طبخت بس. هسيب لكم برضو رابط الحلقه اللي فاتت فيها مفاجات بقى، كان الحمام وذكر البط، هسيبها لكم باذن الله في الكومنتات. هقلب بقى الرز مع باقي المكونات اللي في الحله بالشكل ده. بصي قلبي فيه بتاع 3 دقايق كده. حلو الكلام. ودلوقتي بقى قلنا نستغل مرقه الحمام اللي لحد دلوقتي ملهاش لازمه معانا دي، ان انا اسقي بيها الرز، هتفرق في الطعم صدقيني. ما عندكيش مرقه بقى اعملي الرز باي حاجه، شويه ميه، احنا كده كده حاطين مكعب مرق. ظبطت الميه على الرز وهغطي عليه واسيبه على نار فوق المتوسط لحد لما يتشرب كميه الميه الموجوده فيه. انزلي معايا بقى تحت وتعالي شوفي الفراخ وهي في الفرن. الفرن طبعا احنا مش حاطينه في الشقه، حاطينه تحت بير السلم يعني، فما شاء الله اللهم بارك. بصوا الريحه مفحفحه في البيت كله، شكل الفراخ خطير. انا شلت من عليها الورق وعليت الشوايات شويه لحد لما اتحمرت. والرز بعد ما استوى سبته هدي شويه قبل ما اغرفه في الطباق بالشكل ده، وبعد كده غرفته في الطباق اللي هي علشان خاطر لو العروسه بقى حابه تسخن وتحط الطبق زي ما هو في الميكرويف. كل طبق بقى يعني انا قسمت كيلو الرز على 4 طباق دول، وكل طبق هحط عليه نص فرخه. قصيت الفرخه قدامكم طبعا بالمقص بالشكل ده. ويا سلام بقى على غسيل المواعين، والله يا جماعه بصوا المطبخ مش عايزه اقول لكم مليان مواعين، بس يلا حصل خير. رشه بقى زبيب
ورشه خضره فوق الفراخ، ولو عندك مكسرات زودي، مش هتقول لا. وغطي بقى على الفراخ. انا عملت ايه بقى؟ غطيتها بالغطا اللي هو بتاع الطباق دي، وهغلفها كويس قوي بالورق الحراري. وبعد الورق الحراري كمان ورق استرتش. العروسه مثلا كانوا طالبين مني العشاء على الساعه 9. تمام. انا بدات ان انا اغلف في الاكل. طبعا انا بدات اسوي 9 بالليل. طبعا بدات اغلف او اسوي في الاكل متاخر شويه على اساس الاكل يروح للعروسه دافي، خاصه العروسه كده كده قريبه مني. فبدات ان انا اسوي فيه متاخر، وغلفته كويس جدا علشان يفضل سخن لحد لما العروسه باذن الله كده توصل بيتها بالسلامه ويتعشوا والاكل يفضل دافي. والله برد شويه. العلب دي بتدخل مايكرويف عادي جدا، مفيش اي مشاكل. وبألف هنا وشفا. اتمنى حلقتنا تعجبكم، واتمنى انتوا تاخدوا فكره بسيطه، ومستنيه رايكم وكومنتاتكم، وشير الحلقه بقى. ومع